علاش قلت مجرد كذبه؟ اول حاجه موقع تسو لم ياتي باي شيء جديد. تنقول اي شيء جديد يعني هذا الموقع جاي تيقول انا غنتحدى فيسبوك. اول حاجه موقع باش تحدى فيسبوك، تويتر جانا بالهاشتاغات وبالفولو، جوجل بلس جانا بالدوائر بشكل مخالف ديالو، الشكل يعني اللي ما متعودينش عليه، تو جانا بنفس الشكل اللي متعودين عليه لكن باللون الاخضر، بالاضافه انه ما فيش شي حوايج جداد، ما فيش الشات، البريفات يعني داكشي ديال الخصوصيه ما فيش، وجا قال لك غنتحدى فيسبوك. ثاني حاجه هذا الموقع ما عندوش مصدر راس المال، ما معروفش مصدر ديال راس المال، ما معروفش شكون مولاه، لكن ما معروفش مصدر راس المال ديالو، وهذه نقطه كبيره كبيره كبيره، نقطه ضعف كبيره بالنسبه للناس اللي يسالوا انهم يربحوا منه. حاجه اخرى، موقع تسو تيعمل على مبدا الهربي، وتيقول لك اسيدي انني كل شخص غادي نعطيه واحد الارباح وغيكتفي هو فقط ب 10%. واش كتظنوا ان 10% من الارباح اللي غادي يدخلها تسو كافيه باش يخلص الخوادم اللي هما لي سيرفور اللي ولينا تنشوفوهم تيطيحوا مره؟ واش كافيه باش يخلص السيكوريتي اللي كاينين تما؟ واش كافيه باش يخلص الناس اللي خدامه، لي ديزاينر، لي ديفلوبر، الناس اللي حاضيين المقر اللي جالسين فيه الطوموبيلات ديالهم، الاضاءه على الانترنت؟ مجموعه ديال الحوايج تظنوا انها تخلص 10%. تقدر تظن انها في 10%، حتى الشيء اللي حسابيت انا في الاول، لكن درت واحد البحث. اكبر موقع واللي هو موقع فيسبوك، ولحد الان تسو كيبان قد هكا قدام فيسبوك. انا نعطيكم بعض يعني شي حوايج على فيسبوك. فيسبوك الارباح ديالو في العام اللي فات كانت هي 1.5 بليون. 1.5 بليون هي نسبه الارباح، وها هو السورس، اي واحد متاكدش يقدر يدخل هذا الرابط. الاعضاء الناشطين في الفيسبوك هما 1317 بليون شخص في كل شهر، هذو هما الناشطين 1317، وهذا هو الرابط، تقدر تدخل تاكد بنفسك. واحد الموقع اجنبي ها هو الرابط ديالو، حسب وكان فيسبوك غادي يعطي لكل واحد يتقاسم مع الارباح شحال غتجينا. موقع فيسبوك شحال غتجينا جي تقاسم معنا يا سيدي؟ غادي تجينا 2.240، المهم غتجينا تقريبا 2.25 دولار. الدولار يعني ب 800 درهم، نقدروا نقولوا غتجينا 20 درهم الواحد، غتجينا 30 درهم يا سيدي الواحد. فيسبوك قداش غيعطينا 30 درهم الواحد الا جا خلصنا على الاعلانات والارباح ديالو. هذا فيسبوك. تجي تقول لي تسوى 10 دولار في 100 دولار. قرانا ان موقع تسو بدا ب 7 مليون دولار. واش موقع في نظرك بدا ب 7 مليون تاع الدولار؟ الموقع تيطيح له السيرفرات والخوادم ديالو تطيح بزاف المرات، يعني تقدر تطيح جوج مرات في النهار، تدخل تقول لك عاود رجع لنا مره اخرى نحن في الصيانه. هذيك راه ماشي نحن في الصيانه، هذيك راه الموقع طاح، حيت الترافيك ديال الناس بزاف عليه، والباندويتش طرا له واحد المشكل وطاح السيت. خاصهم يزيدوا يخلصوا، ولا خاصهم يكثروا السيرفرات، واللي دار كيدير فيسبوك مجموعه ديال السيرفرات، كل سيرفرات متكلفه بجهه. هذا موقع باغي يتحدى الفيسبوك وغيخلصنا. هذا الموقع كذلك ما فيهش الحمايه، والاساس سالوا ليه HTTPS دارت فيه هذه مده 10 ايام، وتقدروا تبحثوا على هذه الفكره من بعد مجموعه ديال المدونين الغرب كتبوا كيفاش هذا الموقع خاص نعطيو معلوماتنا وما فيش HTTPS اللي كتخلص تقريبا 300 درهم يعني في الشهر. واش موقع 7 مليون وغادي يخلص الناس وما عندوش باش يخلصها؟ وملي كنتي كتدخل ليها، الا لقيت التصويره نقدر نافيشها لكم دابا، تيقول لك انفاليد، يعني تيقول لك راه سالات هذا السيرتيفيكات ديال هذا الموقع، عاد داروها، ولكن دابا راه كاينه. ثاني حاجه، مجموعه ديال الناس تيقول لك انهم تيربحوا 100 ل 200 دولار في النهار. اين هم هذه الدولارات؟ هذاك الشيء تيتسمى انسبكت اليمون، يعني كتشوفوا الناس اللي تقدر انت عندك درايه في HTML تعرف ان كاين واحد الحاجه سميتها انسبكت اليمون، يعني تقدر تيديتي دير حتى 1000 2000 3000. وريوني ورقه ان هذا الشخص تخلص من موقع تسو، ما كايناش حتى الشخص اللي قال لكم باش تسجلوا في تسو قول له ورينا تيدير الورقه، ما كايناش، ونتحدى انها كاينه عند اي شخص هذه الورقه. الموقع علاش نقول انه مجرد كذبه؟ لان عمرك ما غادي تجمع ديك 100 دولار في النهار. اول حاجه علاش؟ واخا تكون انت هو امانك. في النهايه ان الانسان العادي بحالي وبحالك الا بغى يربح موقع تسو، ولا باش يربح مثلا ديك 0.01 في اليوم، خاصو باش يوصل للحد الادنى اللي يدفع اللي هو 100 دولار، خاصو 10000 في اليوم، خاصو تقريبا 28 سنه. هنايا هو اكبر كذبه. وعلاش قلت اكبر خدعه؟ لان اكبر خدعه تعطي الناس الامل وراه ما عمرك توصل ليه. وانا متاكد ان الموقع هو عباره عن فقاعه وغادي يطلع بحال الامواج، غتمشي وغادي تموت، الناس غيبقاو يعياو حيت ما وصلتلهمش الفلوس، وهنايا غادي يوقع شنو؟ الناس غيهربوا منه وغينساوه وغيتنسى، والاموال ديالك كتبقى معلقه. وهذه علاش قلت لكم انها اكبر كذبه. هذه في حاله لك الموقع غادي يدفع بس. غادي نمروا الان المحور الثاني، علاش الناس يهاجروا من فيسبوك نحو تسو. اول حاجه ثقتهم في بعض الناس اللي خبروهم انه موقع موثوق منه تيدفع لنا الفلوس وما فيش خصوصيات وغادي نعيشوا فيه في سلام. كفى من استغلال العقول، كفى من استغلال الناس اللي وثقوا فيكم. حشومه هادشي وما حتى حشومه. السبب الثاني وهو ربح المال والاحلام الورديه. غادي نمشيو للتسو غنديروا لاباس. انا غنقول لكم واحد الفكره بسيطه جدا، وهنا لا ادافع على موقع الفيسبوك ابدا ابدا، انا اكره اصلا هذا الموقع. حاجه،
شحال هذه ملي كنا تنبارطاجيو في فيسبوك السفريات ديالنا ولا دي ستاتيو كنحسوا واحد المتعه من صحابنا كيشوفوهم، واحد النوع من الاهتمام. لكن انت تبارطاجي في موقع تسوق من غرض الربح، يعني ما جاش واحد دار لك لايك راه من غرض الربح، يعني تولي انت تدخل حتى الليل دير لصحابك لايك 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 بارطاج 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 بارطاج. ما موقع التواصل ما حتى شي حاجه، لان الهدف باش تنجح فيسبوك هو الوديه. موقع تسو ما فيش الوديه وغادي يبقى يتنفق في الاخر، غادي يحبس. وهنا تنعاودو نقولوا هنا فين غيمشيو دابا الاموال، لكن في الاصل غادي يدفع لكم شي حاجه. بالنسبه للنقطه الثالثه واللي هي فيسبوك يعني تياخذ خصوصيات ديالنا، فيسبوك يستعبدنا، فيسبوك اللي يتقاسم معنا اموالنا. انا عاود نقول انا ما تندافعش على فيسبوك، فيسبوك ما ضرب حتى شي واحد اليديه، ما ضربناش قلنا اجيو تسجلوا عندي، حنا تنسجلوا عنده. نهار جينا نسجلوا الا قريت القوانين قبل شحال هذا، فيسبوك تيقول لك ان اي صوره كترفع كتبقى في السيرفر. فيسبوك تيقول لنا ان اي بيانات كتمشي تتخزن في قواعد البيانات، يعني ما كنمشي لشي محل تلقى فيه هذا المحل مزود بكاميرا، ملي كندخل انا موافق انني نتصور، موافق ان داك الفيديو يوري لصحابو، موافق انه يقدر يضحك على داك الفيديو، موافق انه يقدر يابلوديه في يوتيوب، يقدر يديرو في الانترنت، ما عندك ما دير لانك انت موافق. الحاجه اللي ما كنتفقش فيها انه يقوم ببيع الخصوصيه ديالنا، وهذه ماشي غير فيسبوك، هذه اكبر لعبه كاينه في عالم الانترنت. لو بغيت تخرج منها خصك تخرج من الانترنت كامل. تويتر فيه، انستغرام فيه، جوجل بلس فيه، والاكثر من ذلك هو الطور، يعني الديبو، يعني المكان المظلم من الانترنت لقاوه حتى هو مخترق وتاخذوا منه معلومات. يعني الانترنت لن يعد امن بعد اليوم. باغي تدخل دير تصاور دير شي حاجه اخرى، دير شي معلومات اخرى، ما ديرش معلوماتك. بغيتي دير معلوماتك فانت مسلم الامر الواقع. وفي النهايه بغيت نقول لكم ان موقع تسو احتمال انه يكون سكام. شنو هو سكام؟ سكام انه اللي تعرفوا الناس ديال السبام، انك تجي انت بمحض الاراده ديالك كتعطي سميتك، كنيتك، مود باس ديالك، الايميل ديالك، تصاورك، خوتك، عمك، تعطي جميع المعلومات ديالك مقابل تيعطيك 0.02. هذه اللي ما تاخذهاش تشوفها غير الفوق، يعني كتبيع معلوماتك بهذا الثمن. وتجي تقول لي علاش فيسبوك تاخذ لي معلومات؟ انت بعتي ثمنك، اش ضمنك انه هذا الموقع ما غيبيعش المعلومات ولا ما تيبيعش المعلومات، ولا هو اصلا تبنى باش يجمع المعلومات. وصلنا لنهايه الحلقه، نتمنى ان يكون ما طولتش عليكم. كان هذا هو التحليل ديالي اللي بان لي منطقي، وقدر شحال من واحد بان له التحليل المنطقي. الا كان بان لك يعني غير منطقي، انت حر، عيش في موقع تسو، انتشر انت وابنائك، ربي يعني تما الدجاج وعيش، ودابا دير لعبات ان شاء الله، ودور معنا ان شاء الله في المستقبل. كان عندك شي صاحبك يكتب لك ان موقع تسو يعني زوين ما زوينش، قول له شوف هذا الفيديو، اتفق معك دابا، ما اتفقش قول له اريني اثبات دافع شي واحد تخلص من موقع تسو. شوفوا عندي مكانه. شكرا خويا انس الطنجاوي. يمكن لكم كذلك تدخلوا للصفحه وتشوفوا في الاعلى كاين واحد الفيديو خاص بمضاعفه